السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض ألذ ورقة لحمة مشوية بالخضار ممكن هتعمليها في نص ساعة هتكون جاهزة معاكي، وهتاخدي تسوية مظبوطة للحمة وللخضار. عملت كمان جنبها رز بالمكسرات. شايفين معايا الرز قد ايه مفلفل وجميل. أتمنى لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة. نسمي الله. أنا معايا كيلو من اللحمة متقطعة شرايح، يعني واحنا بنجيب اللحمة بتاعتنا بنقول احنا عايزين قطعية لحمة تنفع لورقة اللحمة، بيدينا قطعية ناعمة بتستوى بسرعة. هركن معايا اللحمة كده معايا على جنب، ومعايا الخضار بتاعي وهبدأ ان انا اقطعه على البلانشة. معايا كمية من البطاطس قطعتها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده، وطبعا قطعت معايا الكمية كلها وركنتها معايا على جنب. ممكن تزودي الكمية عن كده أو تقلليها زي ما تحبي. معايا 2 حبة من الفلفل، شلت البذور اللي جواهم وهبدأ ان انا اقطعهم بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. بالتقطيعة دي هقطع بيها كده، بكون التقطيعة مكعبات صغيرة، وهحطها في طبق وهركنها معايا على جنب. معايا 3 حبات من البصل اللي معايا هو بصل احمر، هيسكر لي الوصفة جدا، وايا كان بصل احمر او ابيض يعني مش هتفرق كتير. انا معايا 3 حبات من البصل، حجمهم بصل صغير، وقطعتهم كده وحطيتهم معايا على جنب. معايا كمان 3 حبات من الطماطم، هقطعهم مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وطبعا ممكن تقدري تستخدمي اي نوعية خضار تانية ممكن تفضليها، ممكن تستخدمي الكوسة او البروكلي زي ما تحبي. بس لو استخدمنا الكوسة بنخلي تقطيعتها كبيرة شوية عن تقطيع باقي الخضار. دلوقتي كده انا قطعت الطماطم وركنتها معايا كده في الطبق على جنب، وقطعت كمان نص قرن حامي من الفلفل. ودلوقتي الخضار بتاعي جاهز، ومعايا كمان بسلة وجزر. هاخد اللحمة بتاعتي وهروح كده على النار. في حلة على النار نزلت ب3 معالق كبيرة من السمنة البلدي، وطبعا السمنة البلدي لسه مسيحاها دلوقت، يعني لسه سايلة معايا. سبتها تسخن كويس جدا، وبعدين هنزل بالشرايح اللحمة بتاعتي. أول ما الحلة تسخن معايا هنزل بشرايح اللحمة على طول، وده طبعا علشان اللحمة ما تجيبش أي سوائل من موجودة جواها. شايفين أول ما اللحمة تاخد صدمة هبدأ إن أنا أقلبها على طول. شايفين معايا ما جابتش أي سوائل ولا أي حاجة، وده علشان الحلة سخنة كويس والنار معايا عالية. أول ما خدت صدمة من على الجهة الأولى قلبتها على الجهة التانية. أول ما تاخد الصدمة من على الجهة التانية هبدأ إن أنا أخرجها وأحطها في طبق معايا على جنب. وبعد ما اطلع كمية اللحمة الموجودة في الحلة هسيب الحلة تسخن كويس قبل ما احط الكمية الباقية معايا، وده طبعا علشان اللحمة ما تفقدش المية اللي جواها، فاللحمة تنشف وتبقى مفتلة كده بعد التسوية. وبعد ما خرجت كمية اللحمة سبت الحلة تسخن كويس، وحطيت باقي كمية اللحمة الباقية معايا. وأول ما تاخد صدمة على الجنبين هبدأ إن أنا أقلبها وأخرجها وأحطها في طبق معايا على جنب، وكده تبقى اللحمة بتاعتي جهزت. وفي نفس الحلة هنزل بالخضار. هنزل الأول بالبصل. طبعا أنا مش عايزة أدي لون للبصل، أنا عايزة بس البصل بتاعي يدبل بس. أول ما البصل يدبل هفضل أقلب فيه كده لحد ما البصل يدبل معايا. وأول ما البصل يدبل هنزل بفصين من التوم. طبعا التوم اللي أنا هحطه مش مفروم ناعم، التوم متقطع بالسكينة. أول ما ريحة التوم تطلع هنزل بباقي الخضار. هنزل الأول بالبسلة والجزر، وطبعا البسلة والجزر دول متفرزين فنزلت بيهم كده على طول. لو عندك بسلة وجزر فريش ممكن هتقدري ان انتي تحطيها برضو في الوقت ده. وهشوح الجزر والبسلة مع الثوم والبصل كويس جدا. ودلوقتي هنزل بكمية البطاطس بتاعتي، وهشوح برضو البطاطس مع باقي المكونات اللي انا حطيتها. هقلب كده الخضار كله مع بعضه، وفي الوقت ده هنزل بالخضار اللي بعد كده، وهو الفلفل الاخضر والفلفل الحامي، وهقلبه مع باقي الخضار.
وطبعًا أنا مش باسوي الخضار في المرحلة دي ولا أي حاجة، أنا مجرد ما باشوحه. في الوقت ده نزلت بالطماطم اللي أنا مقطعتها مكعبات، وهابدأ إن أنا أشوحها مع باقي الخضار. طبعًا الخضار بتاعي في المرحلة دي بيتشوح، ما بيكونش خَد أي درجة سوا. وفي الوقت ده أنا هانزل بالبهارات، نزلت بمعلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ونص معلقة صغيرة من السبع بهارات، وربع معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ورشة من جوزة الطيب. ونزلت كمان بالملح، والملح ده للوصفة كلها، يعني للحمة وللخضار. وأقلب كده البهارات والملح مع الخضار كويس جدا. وهنزل دلوقتي بمعلقة ونص من الصلصة، وهنزل كمان برشة من السكر علشان تعادل حموضة الطماطم. وأقلب كده الخضار مع الصلصة علشان الصلصة تتوزع على الخضار كله زي ما انتوا شايفينه كده معايا. وفي الوقت ده بقى الخضار كده معايا جاهز وتشوح كده معايا على النار. في الوقت ده انا هطفي عليه، وهحضر الصينية اللي انا هحط فيها اللحمة والخضار. في صينية معايا هنزل بورقة من الفويل، وهبدأ ان انا اسكنها فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. وهجيب ورقة كمان من الفويل واعملها عكس الورقة الاولانية، وهجيب ورقة زبدة وابدأ ان انا اسكنها في الصينية فوق ورقة الفويل، علشان طبعا مش صحي خالص لو احنا حطينا الاكل فوق الفويل على طول. في الوقت ده نزلت كده بالخضار بتاعي، نزلت بتلات ارباع الخضار بتاعي، وبدأت ان انا افرده كده في الصينية بالمعلقة، واحط فوقه شرايح اللحمة بتاعتي اللي انا شوحتها او اديتها صدمة. حطيت كده قطع اللحمة، وهبدأ ان انا احط اي جوس نازل منها هحطه كده معايا على جنب. وطبعا لو احنا عايزين اللحمة بتاعتنا تاخد نكهة الشوي هنسيبها كده على وش الخضار. لو احنا عايزينها تبقى طرية وجوسي شوية هنحطها في نص الخضار. طبعا انا حطيت الربع الباقي، كمية الخضار الباقي فوق اللحمة، وده علشان اللحمة تاخد من طعم الخضار. بس انا مش عايزاها ان انا اسويها في قلب اللحمة، انا هحطها فوق مش هحطها في قلب الخضار. انا حطيت الربع الباقي وبدأت ان انا اطلع اللحمة فوق علشان تاخد من البهارات اللي في الخضار. في الوقت ده هقفل كده الصينية كويس جدا على اللحمة والخضار. قفلت الاول ورقة الزبدة وبعدين ورقة الفويل، وابدأ ان انا ادخلها على فرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة على رف أوسط. في الوقت ده أنا هعمل الرز. في حلة معايا على النار نزلت بحوالي 3 معالق من السمنة البلدي أو من الزبدة، نزلت عليهم كده بشوية من الزيت، ونزلت عليهم ببصلاية متوسطة مفرومة ناعم. وهبدأ إن أنا أقلب في البصلاية كده. أنا مش عايزة البصل بتاعي ياخد أي لون خالص، أنا عايزاه يبقى لونه شفاف بس. نزلت عليه بأربع فصوص حبهان، ونزلت كمان بورق اللورا. وهبدأ ان انا اقلب في البهارات مع البصل لحد لما قلتلكوا يبقى لونه شفاف. ونزلت كمان بعود من القرفة، وريحة البهارات كده تطلع معايا كده. هبدأ في الوقت ده ان انا احط الرز. نزلت بكيلو من الرز البسمتي الهندي اللي هي الحباية الصفراء. هبدأ ان انا اشوح الرز مع المادة الدهنية، واخلي الرز كله يتغلف بالمادة الدهنية الموجودة معايا اللي هي السمنة والزيت. هقلب كده الرز كويس جدا شوية حلوين لحد كده ما احس ان الرز كده اتغلف كله، والرز كده معايا نشف. وطبعا الرز انا غسلته بس ما مش منقوع، مغسول بس. في الوقت ده الرز بقى معايا تمام. هبدأ ان انا اضيف اضافات. طبعا انتي ممكن تستغني عن الاضافات اللي انا ضفتها دي لو عندك شوربة. بس لو ما فيش شوربة هتحطي 2 مكعب من مرقة الدجاج، هتحطيها كده وهنفركها كده فوق الرز. هنحط 2 مكعب. طبعا هتقدري تستغني عنها
على مرقة الدجاج لو عندك شوربة. ودلوقتي كده بدأت إن أنا أقلب الرز كويس جدًا مع مرقة الدجاج، وفي الوقت ده هانزل بالملح الأبيض. نزلت كده بالملح الأبيض وراعيت في الوقت ده إن برضه مرقة الدجاج فيها نسبة ملح. قلبت كده الرز كويس جدًا مع الملح، وهابدأ في الوقت ده إن أنا أضيف المَيّة المغلية. ضفت كده المَيّة المغلية، وطبعًا المَيّة بتكون ضعف كمية الرز. هاغطي الحلة وهاسيبه كده على نار عالية لحد كده ما المَيّة بتاعته تتشرب كلها. هابدأ إن أنا أهدّي عليه النار، وبعد ما هدّيت عليه النار هاكشفه كده معاكم، وده كان شكله. شايفين معايا قد إيه مفلفل وجميل جدًا. نزلت دلوقتي بحوالي 2 معلقة كبيرة من الزبيب. هاقلّب الرز مع الزبيب كويس جدًا، وهاغطّي الحلة وهاسيبه على النار كمان 5 دقايق، وبعد كده هاطفي عنه وهيبقى كده الرز تمام معايا. طلّعت كده الصينية من الفرن، وكده ما شاء الله بقت جميلة جدًا، وبقت اللحمة مستوية زي الزبدة. غرفت شوية من الرز وحطيت فوقهم شوية من اللوز المحمص، وأطلّع كده من الصينية لحمة وخضار، وأوريكم قد إيه تسوية اللحمة التسوية المضبوطة، والخضار كمان، وقد إيه الرز مفلفل. شايفين معايا الرز قد إيه مفلفل، ولا تسوية الخضار واللحمة دايبة دوبان. أتمنى إن انتي تعمليها بنفس الطريقة، وياريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي اشتراك في القناة، وتسيبيلي رأيك في التعليقات. وفي نهاية الفيديو أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.